الحمد لله والشكر لله وحده. مباراة ولا في الأحلام. أقسم بالله رجالة نادي البنك الأهلي أرجل من كل رجالة، لو رجالة الدوري المصري، بما فيهم مين؟ بما فيهم لعيبة النادي الأهلي. ربنا يبارك لكم يا رب. يا كابتن طارق مصطفى، انت دماغك كلها كوره، واللي سموك مورينهو انت ما تقلش حاجه عن مورينهو. اقسم بالله احنا لو في دوله عدل النهارده يطلع قرار انك تتولى قياده منتخب مصر، وسيبك من العيال القرع الهجاصين دول الحقودين. اقسم بالله انت اللي تستاهلها، انت اللي تستاهلها. واسامه يا فيصل، انت احسن مهاجم في الدوري المصري واحسن من مصطفى محمد، وعمال اقول عليك من زمان محدش مصدق، يقول لك محمد شريف احسن منك. انت مهاجم صندوق، ومهاجم صندوق زي ما الكتاب بيقول، بتتحرك على الطرف اليمين وعلى الطرف الشمال، وبتنزل تدافع وبتلعب على ال 18. يعني مفيش حته في اي مركز هجومي غير ما رجليك دايسه فيها. يا ريت يكون كابتن محمود يكون انت اقتنعت باسامه فيصل. عندك اسامه فيصل، واحنا عاملين ندور على ظهير ايسر اجنبي محترف، وعندنا اسحاق يعقوب. ايه رايك في اسحاق يعقوب؟ ولا مفيش كرامه للنبي في وطنه؟ اقسم بالله ما يقل حاجه عن اي حد هتجيبه، واحسن من بنتايج بتاع الزمالك اللي انتوا كنتوا عايزين تجيبوه. فريق بيراميدز جامد جامد جامد، ده كان هيبلعنا لساننا النهارده من كتر الهجمات ومن كتر الاستحواذ اللي كان عامله. وما تعادلوا 2-2، انا اتعادل 2-2 بقيت ادعي ربنا ان الماتش يخلص كده. ايه ده؟ الواد مروان حمدي الله يحرقه، ده حطوا له 10 كور في ال 18 يحط منهم 7 8. والواد حارس المرمى ما شاء الله على الحارسين، حارس المرمى اللي طلع والحارس المرمى الثاني. والله المفروض يا عم الاهلي بقى، يا عم عماد، شوف لك حل في المدافعين ورا، شوف لك حل في المدافعين ورا. يا تعمل زي انيس بوجلبان اما نزل واحد بيعرف يستلم كور يلعب قدام الاثنين حصينه اللي ورا، يعرف يطلع الكوره، لان هم بيبقوا لاصين زي ما يكونوا سارقين الكوره وما بيعرفوش يطلعوا بيها لقدام. شوف لك حل، يا تلعب بالواد مصطفى العش وجنبه محمد هاني. محمد هاني بيلعب مساك. لو هتلعب 3 ورا 3 4 3، لو مفيش ظهير ايمن جاهز. انت قدامك دلوقتي فرصه العمر. بيراميدز من دلوقتي مش هيخسر نقطه تانية الا لو فزنا على سيراميكا يوم الثلاث. احنا هنلعب الاول الساعه 5 وهم يلعبوا الساعه 8، هنلعبوا مع الزمالك. بس هم فرصتهم ان سيراميكا واللعيبه بتاعتهم تعمل معانا، تحاول تعمل معانا نتيجه، وان شاء الله باذنك يا رب مش هيعملوا حاجه، وباذن الله تعالى الاهلي هيفوز. احنا لو فزنا بمباراه سيراميكا كده بيراميدز هيقيد اخضر، هيقيد اخضر. وانا بقول لك اهوت بتروجيت هيتعادل مع بيراميدز. لو احنا فزنا على سيراميكا بتروجيت باذنك يا رب هيتعادل مع بيراميدز. يا ريت نحضر تحضير حلو في مباراه سيراميكا. انت النهارده شفت سيراميكا ما عندهمش الا الخط الهجومي بتاعهم، والنهارده كان علي ماهر لو حد خد باله كان بيلعب بطريقه جديده. اللي خلى علي ماهر ما يظهرش بمستواه صح في الشوط الاولاني ان كان بيلعب بطريقه عماد النحاس. النهارده الاربعه قدام في المقدمه، وكانت اول مره النهارده ينفذوها فما مشيتش معاهم صح. لكن هو لو لعب بطريقته اقسم بالله كان هيفوز. بس الحمد لله ان هم اتعادلوا. ده انا كان ويلي ان الزمالك يفوز، وما بحبش الزمالك يفوز. الزمالك لو فاز كان سيراميكا مش هيبقى ليه اي امل، وهو دلوقتي برضه ملوش امل. باذن الله باذن الله نعمل نتيجه صح مع سيراميكا ونسيبها على ربنا، وباذن الله الدوري اهلاوي. وموضوع لجنه الاستئناف ده ممكن ياجلوها تاني من يوم 15، ممكن ياجلوها تاني من يوم 15. بس انا لا، هم احتمال يعملوها يوم 15، وهيقول لك اعاده المباراه هتتلعب يوم 20، يوم ما كانوا محددين نهائي الكاس بين الزمالك وبيراميدز. هيقولوا تعالى يا زمالك العب المباراه
بتاعت الاهلي اللي ايه، اللي الاهلي ما لعبهاش. ده باذن الله توقعي. عملوها ما عملوهاش، احنا كده فايزين نقطتين، فارقين بنقطتين قدامك سيراميكا والبنك وفاركو. ثلاث مباريات، ده احنا نعمل فيها اللي ما يتعملش وناخد اصعب دوري خلقه ربنا. وان شاء الله باذنك يا رب النهارده ونتيجه 2-2 والكره بتاعتهم بتاع بيراميدز جت في العارضه من فوق وطلعت، انا قلت باذن الله خير يا رب، خير يا رب عشان خاطر الجماهير الغلبانه. النهارده البنك الاهلي فاز بدعاء الجماهير، يعني كلمه يا رب النهارده دي ما سابتش لساني. يا رب كملها معانا للاخر يا رب، يا رب العالمين.